أكلتنا لهذا اليوم برغل أحمر بالحمص مع الدجاج. أول شي نحتاج قليل من الزيت، نحط له نص جزراية وبصل مفروم، ونحمس الدجاج ويا البصل والجزر. دائما الدجاج ننطيه صدمة يكون أفضل. نحط له ورق غار وكبابة وشوية هيل ونقلبهم، نضيف له ماي حار مغلي ونتركه لحد ما يستوي. نضيف له ملح. بجدر ثاني نحط زيت زيتون، وننزل بصلة مفرومة ناعم، نقلبها بزيت الزيتون بشكل جيد. بعدين نحط مقدار خاشوقتين من معجون الطماطة أو رب البندورة، نقلبهم زين ويا البصل وزيت الزيتون. دائما جدر اللي يكون فخار أفضل للطعام، للأكل يكون الأكل بيه صحي. ننزل البرغل على دفعات ونقلبهم ويا معجون الطماطة. أنا على صفحة سالقة حمص راح أضيف الحمص فوقها. إحنا نحب الحمص أكثر من البرغل، فأنتوا بعد بكيفكم الكمية ايش قد تحبون، حمص أقل أكثر تقدرون تستغنون عن الحمص، بس هو كلش ينطي نكهة طيبة وغنية وبروتين بنفس الوقت. والناس اللي ما تحب الدجاج هذه أكلة نباتية للنباتيين. نشيل من مي الدجاج بعد ما يكون استوى ونصفيه طبعا، ونضيفه فوق البرغل والحمص على دفعات، نسبة قليلة لأنه احنا البرغل منقعيه، فما نحط هواية مي من مي الدجاج حتى لا يعجن البرغل. نغطيه ونتركه يستوي على نار هادئة. على صفحة بصل أجنحة، حط فوقها نشا حتى تصير مقرمش. كلش طيب يطلع هذا البصل اللي بيه نشا. نحمسه زين بالزيت ونشيلهم ونحطهم على صفحة، هو للتزيين وهم ينطي نكهة كلش لذيذة فوق البرغل فوق التمن، بس أكتر شي أنا أستخدمه ويا البرغل. هسه خلصت طبختنا وألف عافية، جربوها ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك.